مفاوضات متقدمة وطلب حاسم. آخر تطورات مدرب الزمالك الجديد. كشفت تقارير إعلامية صادرة اليوم عن آخر تطورات ملف المدرب الجديد لنادي الزمالك. وأكدت تلك التقارير أن البرتغالي سانتوس المدير الفني الحالي لنادي الجيش الملكي المغربي يتصدر قائمة المرشحين لقيادة الزمالك في الموسم القادم. وتحدثت التقارير أن الاختيار الأول بالنسبة لإدارة الزمالك هو سانتوس، وأن المفاوضات معه وصلت إلى مرحلة متقدمة، لكن هناك نقطة مالية بيجري العمل على حسمها خلال الوقت الحالي، وذلك بعدما طلب المدرب الحصول على راتب 3 أشهر مقدما قبل توقيع العقود. وأضافت التقارير أن جون إدوار يتمسك بالتعاقد مع مدرب أجنبي، ويؤكد للإدارة أن الفريق يجب أن يبدأ الموسم تحت قيادة جهاز فني أجنبي، وإذا تعثرت المفاوضات فسيستمر معتمد جمال في منصبه.